يقول هذا التلميذ إنه تحصل على موضوع التاريخ والجغرافيا في حدود 4 صباحا. السجي هذا كان عندي 4 صباح، خرج فيسبوك وخدمنا مليح شوفي خرجوا كاع لي سوجي ابار واقيل تاع مات ما خرجش واقيلا، بصح لي سوجي كاع خرجوا، شريعه فرونسي عربيه سيونس وخرج. احنا ماناش دوكاتينا ماناش نستناو زعما لي سوجي ولا خرجني ولا انا خايفين دوكا واش راح يصرى منا وجاي واللي يتحملوه هما اللي يتحملوه، حنا جامي نتحملوه. إجراءات تغنت بها بن غبريت طويلا قبل وأثناء إجراء امتحان شهادة البكالوريا، إلا أن التسريب يتفشى عشية كل امتحان. فضيحة حدثت البارحة بأنه هناك تسريب في مادة العلوم الطبيعية ومادة الفرنسية، واليوم يحدث تسريب في مادة التاريخ والجغرافيا، ولا أي معناها حتى إجراء ما لم ما اتخذوا حتى إجراء. وبعد هذه الفضيحة التي هزت قطاع التربية، نواب البرلمان يعجلون بمحاولة الإطاحة ببن غبريت من خلال رفع رسالة إلى الوزير الأول. اللائحة ستسلم إلى الحكومة غدا إن شاء الله، وقائمة النواب مفتوحة للإمضاءات. هذه الوزيرة التي تطاولت على القيم الوطنية جراء تعنتها أصبحت في هياكل وزارة التربية الوطنية صراعات أجنحة، مما جعل جناح يسرب هذه الاختبارات. نقابات حضرت اجتماع بن غبريت ليلة أمس أكدوا للKBC أن الوزيرة طرحت فكرة إعادة تنظيم امتحان شهادة البكالوريا لإعادة الاعتبار لشهادة مصيرية.